شد الجعفر جاي وناوي لكم يقدم شكل جديد عالخيال يحكي حكاوي ويا ضيوفه يقول ويعيد لو للخل نفسك ميالة شد الجعفر عامل حالة برنامجه حكاوي الخيالة في قناته حيعجبكوا أكيد. من أسوان للأقصر سافر علشان يحافظ عالتراث تراث أجدادنا غني ووافر للحكوى يجيب الأساس ويجيب لك أحداث الدور من مهزوم ومن منصور ويجيب لك أحداث الدور من مهزوم ومن منصور في الظلمة يصوروا في النور وفي الرياح والحر شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان يا سيدي ولنا عليكم بخير إن شاء الله. عايزين نعرف تاريخ من أول دور لتركيا وكده. أول دور تركيا هي أول رمحت مع الحصان مع فرس المساعيد. ده دور ليها كان تقريبا في الدير يا أخي. فطبعا اللي كان راكبنا أحمد أبو عمار هي فارس طبعا من الدرجة الأولى من الحج وكانت فرس هي فرس لها نبرتها ولها نظامها ولها وضعها. في دور يعني آخر دور لها كان مع حصان القطة. ما كانش أنت أول تدوار وكده؟ والله أول تدوار الحج ما قديم قوي. في دور مع فرس المحاميد المجاهدية ورمحت مع حصان مع شعل الشلدي. حصان المجاهدية. اي حصان المجاهدية كان راكبنا مع عبد القادر وهي راكبنا كان احمد ابو عمار. ده الدور اخذ يمكن اكثر من حوالي 5-6 ساعات صراحة يعني. لا رمحت نرمحت طيبة. رمحت دور في الحاجر كمان كان. ورمحت في الحاجر حاجر الميتمي. ايوه لما خطها قدام العربي الكرو. دي في دور فرس المساعيد ده. ايه اللي حصل يا حاج لما خطوا للعربي؟ والله طبعا الدور كان اساسا يعني دور ذات هذا القبلي وهذا البحري كان دور اساسا كله متركز على الحيط القبلي. فهم طبعا جونا سياح الناس في الحيط البحري قال لازم تتغلب الفرس دي. طب بدور مين؟ بدور المساعيد دي. فرس المساعيد. المهم جاء كان هي من طبيعتها كمان ما بترمحش كده لازم تصدها مثلا بترمح عكسي هي الفرس دي تركيا. فزي ما تقول طبعا الناس تحزبت الحيط القبلي ده كله تحزب عليه على الدور ده كان في الليله. فهم العمل ايش الفرس تتغلب راح في اخر الرمحه بتاعت في الحجر المتميه دي كانت بحر مقبل. راحوا في اخرها من بحر واصل جابوا له مخز عربيه كرو. خطوها قدام خطوه قدام الفرس شالها ابو عمار ونطت بقت فوق العربيه. شال لها السروح ونطتها ساعتها. روحت. وروحت كان ساعتها. لا مروح كثير كمان. ايوه مروح كثير. بس دوكا كانت فرس يا عم الحاج. كانت فرس. دور ليها كان تركيا؟ هي ابرز دور ليها كان الدور ده. لأن كان بمشقة يعني. يعني قفلان صابي وعربي قداميها ومشاكلها كانت كثير قوي. ابرز دور ده بمرد الله ورمحت مع فرس مختار هي. فرس مختار ايوه. المطعن. فرمحتها كانت جميله خالص. بس انا كنت سامع دور مشعل كان دور جميل. مشعل الشول طبعا كان راكبنا مع عبد القادر برضه من الفرسان القدام يعني وابو عمار ده برضه من الفرسان القدام. ده دور دخل من حوالي 8 يمكن قعد للساعه 2. ايوه هو تبقى متقلب وتقلب روحت هي. طب ايه اللي حصل فيه في الدور ده؟ ما حصلش حاجه يعني في يعني معاكسات قدامه وحاجه لا رمحها شريف.
وغلبت ما فيش حاجه لا. وغلبت هي روحتي. وبعمر كد مكراي الفارس. لا فارس. مركب اي بهيمه مجرد مركب عليها هي كله جسم متغطى. ايوه. كان اثنين يمسكوها ونزل من عليه يسري الفرس يعني ايه بس ركبوا محمد عبد القادر. ايوه في الدور ده. ايوه. يمسكوها ليه عشان تقوم الفرس. طب ايه اللي بعد تركيا بعد كده؟ السحار. المهر ود السحار. كان عندهم قبل بعد تركيا ساعوا مهر ود السحار. وبعد ود السحار كان في حلو وكذاب. وكان في عندهم بدوي. وحاليا عندهم محظوظ وعندهم الله يجهر. عايزين نعرف تدور ود السحار. والله هو ود السحار رمح يعني، ومش ما رمحش، رمح بس ايه يعني برضها رماحه كانت ايه يعني فوق الوسط شويه. مش يعني، لكن الرماح الرسميه اللي رمحتها تركيا وهو عوضها في محظوظ ضلق كده. وبعد ود السحار كان ايه؟ بعد السحار حلو كذاب ده جبناه من مصر. كان جاي من الصبغ. من الصبغه. فاكر دوار ولا ايه؟ هو ما رمحش لانه جاي رمح مع حصان المخ في الطناب. دور واحد هو. رمح مع حصان المخ في الطناب. رمح مع حصان كان مروح على كيفك. كان مروح على كيفك. ورمح مع على كيفك في دراوب. ايوه. رماحه طيبه يعني. وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا بالنسبة للبطل محظوظ جبناه طبعا برضه من اول ما اشتريته من وين وابوه مين وامه مين والله ده اشتريناه احنا من الشرقية من الطحاوية. يعني كان عمره تقريبا 17 شهر أو 18 شهر. أبوها الصبر طيب وأمه كيموفلاج. جبناه يعني تقريبا 17 أو 18 شهر. كان سنة كم؟ الكلام ده من 3 سنين. شهر 2 2022 شهر 2022 شهر 2. بس طبعا في بدايته اول ما شديناه وكده احنا صراحه يعني عانينا معاه كثير. اصاب مننا مره واثنين وثلاثه وصبرنا عليه. وبعد كده رمحنا به مع اوسكار في النمسا طبعا. اول دور ذاتي وبعد كده الصاب مننا يعني في الصاب وكده شرشن. وبعد كده برضه سيبناه شويه صبرنا عليه. وبعد كده رجعنا رمحناه في بنبان طبعا مع مصارع الكلح وغلب. وبعد كده رمحناه في الحصاي مع غفران اللي الشيخ مع غفران حصان الشيخ ده وغلب برضه. وبعد كده رمحناه الإعادة بتاعت أوسكار وغلب. وبعد كده في بنبان تاني برضه غلب متمرد الكلح. ودلوقتي طبعا نجم الشرقية آخر حاجة. عايزين نعرف برضه طبعا ده الدور الأبرز. بالنسبة لي هو ده الدور الأبرز في تاريخه يعني. عايزين نعرف كواليس الدور ده. لا هو كواليس الدور دي يعني والله هو مش كواليس، هي توفيق بس. يعني يا ربنا الحمد لله جبر بخاطرنا. فهو يعني يمكن الناس كانت مديه مثلا 10% 20% في الدور ده يعني. الناس مش مديه خالص. الناس مش مديه خالص. فطبعا هو فاجأ الجميع يعني بصراحة يعني بمستواه. قلب الطرابيزة يعني زي ما بيقولوا. سبق مجهود. دور الموسم صراحة يعني. كان دور الليلة يعني. دور قلب الموازين يعني ليلة الحسين. يعني لا وبعد كده يعني هو برضه عشان نقول ليه حاجة احنا بس نقول ايه يعني ما شاء الله عليه يعني ربنا يطرح فيه البركة. يعني مش بيغلب البهايم يعني قصبة 2 ما بيغلبش غير كيلو. فيقولوا لنا زنقوه في مسافات يزنقوه لازم تزنقوه يغلب كيلو. زنقناه غلب كيلو. ما شاء الله. يعني ما شاء الله عليه ربنا جبر بخاطرنا فيه وربنا يحرسه الحمد لله والله. وان شاء الله باذن الله كمان الجاي يعني طموحنا اعلى من كده باذن الله. باذن الله الشديد جديد بعد العيد. وش سلام ان شاء الله من غير خانات. بس يعني انت ما شاء الله عليكم. احنا نقول حاجة بس للحصان
اللي عنده من ده حصان كذاب. اللي عنده من ده حصان كذاب. نقول له ارمح رماح الخيل، تذكر الغزوات، يكون عليك فارسك عيسى حنينا في الضربات، واسبق الفرسان، واسبق الفرسان في كل صابات، والجديد شديد بعد العيد. الجديد شديد. هو اللي عنده من ده حصان كذاب. ده تاريخ اصلا يا جماعه، ده تاريخ من تركيا وجاي. صلى على النبي عليكم، كل الناس منور يا برنس، بالصلاه على النبي عليكم. يعني ده تاريخ يا عمده، يعني ما احنا ما نقدرش نقول حاجه اكثر من كده يعني. لا ما شاء الله عليكم صراحه. وأسكر ومتمرد ومصارع وغفران. كيلو. ايه رايك في نجم الشرقيه لما غلبوا حصانكم؟ ايه رايك في دوركم بتاع نجم الشرقيه؟ يعني ولا بعرف. كل عام وانتم بخير يا عرب. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم ان شاء الله. شد الجعفر جاي وناوي لكم يقدم شكل جديد، عالخيال يحكي حكاوي ويا ضيوفه يقول ويعيد. لو للخل نفسك ميالة شد للجعفر عامل حالة، برنامجه حكاوي الخيالة في قناته حيعجبكوا أكيد. من أسوان للأقصر سافر علشان يحافظ عالتراث، تراث أجدادنا غني ووافر، للحكوى يجيب الأساس ويجيب لك أحداث الدور، من مهزوم ومن منصور، ويجيب لك أحداث الدور، من مهزوم ومن منصور، في الظلمة يصور في النور، وفي الرياح والحر شديد. شد للجعفر جاي وناوي لكم يقدم شكل جديد، عالخيال يحكي حكاوي ويا ضيوفه يقول ويعيد. لو للخل نفسك ميالة شد للجعفر عامل حالة، برنامجه حكاوي الخيالة في قناته حيعجبكوا أكيد. من أسوان للأقصر سافر علشان يحافظ عالتراث، تراث أجدادنا غني ووافر، للحكوى يجيب الأساس ويجيب لك أحداث الدور، من مهزوم ومن منصور، ويجيب لك أحداث الدور، من مهزوم ومن منصور، في الظلمة يصور في النور، وفي الرياح والحر شديد.